لما بيروح يقعد مدير المطعم بيوقفه وبيقول له دي مش ترابيزه الناس الفقيره، وبيقول له انت بتعملني ليه كده، وبياخده بيقعده في مكان بتاع الناس الفقيره ومكان ضيق. والمدير بيقول للجرسون خلي المكان كويس عشان في واحد جاي يشتري المطعم، وبيقول له حاول تطلع الراجل ده بره. وبيروح له بيقول له تاكل ايه، فبيطلب اكل غالي وهو متضايق عشان قاعد في مكان ضيق. وبيقول له لا اللي زيك ما ينفعش ياكل الاكل ده، وبيقول له انت اخرك سلطه. فساعتها بيتضايق من اللي بيحصل وبيفضل يزعق معاهم والناس كلها بتبص عليه. فالمدير بيتاسف له وبيقول له هوديك اوضه في اي بي، وبعد ما بيوديه على الاوضه بيقفل عليه الباب. وبعد شويه بيلاقي الاكل اتاخر وبيحاول يخرج بس بيلاقي الباب مقفول. ساعتها بيدخل الجرسون ومعاه البوليس وبيقول لهم ده بعد ما اكل مش عايز يدفع، وبيقول لهم ما حصلش ده بيكذب. فالبوليس بيروح يقبض عليه. ساعتها صاحب المطعم بيرن عليه وبيقول له انت فين، وبيقول له انا اتقبض عليا في مطعمك. ولما بيبص وراه بيلاقي البوليس راح يقبض عليه، فبيروح وبيمشي البوليس وبيقول له ايه اللي حصل، وبيقول له اتهموني بالكذب ان اكلته ما حاسبتش. وبيقول لهم ده جاك اللي هيشتري المطعم. وساعات الاثنين بيصدموا لما بيعرفوا، وبيقول لهم بعد اللي حصل انا برضه هشتري المطعم واخليكم انتوا الاثنين برضه تشتغلوا فيه، وواحد هيشتغل بواب والتاني هيمسح الحمامات.